这位明义先生对我一片痴心，我怎能辜负了你？هاي متابعين قناة أسماء سيف اس في كل مكان، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبيبدأ مسلسلنا النهاردة ببنت صغيرة اسمها ماتري، وبسبب ان مامتها كانت بتسيبها لوحدها كتير فكانت بتحس بالوحدة، علشان كده كانت دايما بتتمنى ان يكون عندها اخ اكبر منها. وبنشوفها بتروح تقعد قدام التلفزيون وبتلاقي فرقة موسيقية وبتتفرج عليهم، وبيبقى اسم الفرقة دي ترازيتو. وبعد 3 سنين بتكبر ماتسوري وبتبقى لسه متابعة نفس الفرقة، واللي بتكون مكونة من 3 اخوات، الاول اسمه هاركو والتاني اسمه ازوسا والتالت اسمه ماسوتي. بعد كده بتروح المدرسة وهي راجعة بتتصل عليها مامتها وبتعرفها انها هتتجوز مرة تانية وهتحقق لها حلمها وهيكون عندها اخوات كبار، لان حبيبها عنده اولاد وان هي لازم تروح البيت بسرعة علشان ترحب بيهم. وماتسوري بتفرح جدا وبتجري على البيت بسرعة، ولما بتدخل بتتصدم لما بتلاقي ان اخواتها الجداد هم فرقة ترايزيتو. بيعدي شهر وبنشوفها اتنقلت لبيتهم وبقت عايشة معاهم هم ال3، وكمان اتنقلت لنفس مدرستهم، وده بيبقى اول يوم ليها في المدرسة الجديدة. ولما بتنزل لهم بتلاقيهم بيتخانقوا، وده شيء بيضايقها جدا لانها كانت فاكرة انهم متفاهمين وبيحبوا بعض، لكن من يوم ما جت تعيش معاهم وهي شايفاهم بيتخانقوا مش متفاهمين اطلاقا. وبيقول لها مدير اعمالهم تاخد بالها علشان ما حدش يكشفها ويعرف انها اختهم، فبتوافق. ولما بترجع من المدرسة بتلاقيهم بيتخانقوا، فبتطلع لاوضتها وبتشوف المجلات وبتلاقيهم كاتبين عنهم انهم متفاهمين وبيحبوا بعض جدا. وهي طبعا بتزعل لان عارفة ان الكلام ده كله كذب ومش حقيقي، لكن بتقرر تحاول تقربهم من بعض وبتعزمهم على حفلة هتعملها في البيت ليهم هم ال4. وبتفضل تدور في المجلات عن الحاجات اللي بيحبوها وبتروح تعملها، وبالليل بتحضر الحاجة للحفلة. وهاركو ومساتو بيتخانقوا مع بعض بسبب الكيكة، وماتسوري بتقول لهم انها مش فارق معاها وانها بتحب الكريمة، لكنهم بيفضلوا يتخانقوا. اوزوسو بيدخل وبيحاول يسكتهم علشان خاطر ماتسورو اللي بتكون تعبت قوي علشان تحضر لهم الحفلة دي، وهي بتتضايق لانهم بوظوا الحفلة اللي عملتها وبتتعصب وبترمي عليهم فطيرة من الفطاير اللي عملتها، والفطيرة بتيجي على اوزوسو وهما ال3 بيتصدموا من عصبيتها لانها على طول هادية. ولما بيبصوا لها بيلاقوها بتفقد الوعي وبيجروا هما ال3 عليها وهم خايفين وبيطلعوها لأوضتها. وبعد شوية بتفوق وبيعتذروا منها على اللي عملوه، وهي كمان بتعتذر من اوزوسو علشان ضربته بالفطيرة. بعد كده بيقرروا يناموا كلهم مع بعض، وبعدها بتشوفهم وهم بيتدربوا وبيبذلوا كل مجهودهم علشان حفلتهم الجديدة. وماتسوري بتبقى معاهم وبتراقبهم وهم بيتدربوا. بعد كام يوم بيجي ميعاد الحفلة وبتكون جايبة ليهم اكل وبتدور على اوضتهم، لكن بالغلط بتخبط في شاب وبتعتذر منه وبتمشي بسرعة، لكن الكارنيه بتاعها بيقع والشاب بيشوفه وبيبان عليه الفرحة وبيطلع انه يعرفها. وماتسوري بتقدر تلاقي اوضتهم وبتقدم لهم اكل وحاجات علشان ياكلوها قبل العرض. وبتلاحظ كمان ان اوزوسو مش موجود، فبيعرفوها انه بيحب قبل العرض يروح يقف لوحده شوية، فماتسوري بتروح له وهي معاها الاكل اللي بيحبه بتقدمه ليه، لكن بتحس انه مش مبسوط وبتسأله لو هو متوتر وملوش نفس ياكل، فبيرد عليها وبيقول لها لا، فبتقول له ما يقلقش انها واثقة فيه وعارفة انه هيحقق نجاح كبير جدا كالعادة. فبيسألها لو هي بتشجع الكل بالطريقة دي، بس هي ما بتكونش فاهمة هو يقصد ايه بالظبط. فبيقرب منها وبيسألها تعمل ايه لو بيحبها حب حقيقي ومش بيعتبرها اخته الصغيرة، وهي طبعا بتكون مكسوفة ومتوترة ومش عارفة ترد تقوله ايه، فبتتمنى له التوفيق وبتمشي بسرعة. بعد شوية الحفلة بتبتدي وبيبقى فيها ناس كتير جدا وبيطلعوا هما ال3 يغنوا، والناس بتبقى مبسوطة وبتنادي باسمهم. وماتسوري بتكون واقفة وهي مبسوطة ليهم، لكن بتفتكر كلام اوزوسو ليها وبتقول لنفسها انه لما اوزوسو قال لها الكلام ده حست ان قلبها هيقف. وفجأة النور بيقطع
والتلاتة ما بيكونوش عارفين يغنوا، وماتسوري بتفتكر تعبهم والجهد اللي بذلوه في التدريب علشان الحفلة دي، وعلشان كده بتقرر تتصرف وتساعدهم علشان الحفلة ما تتلغيش. فبتطلع التليفون وبتفتح الكشاف وبتقول لهم بصوت عالي يكملوا، والناس بيقلدوها وبيفتحوا هم كمان كشافات موبايلاتهم، والمنظر بيكون جميل جدا وروعة، وهم بيفرحوا لما بيشوفوا حب الناس ليهم. ومرة واحدة النور بيرجع مرة تانية وبيكملوا الحفلة. وبالليل اوزوسو بيشكر ماتسوري على اللي عملته معاهم في الحفلة، وبعد كده بيعترف لها بحبه، وهي طبعا بتبقى باصة له بصدمة ومش عارفة تنطق حرف واحد. وبعد المدرسة بتروح تقف لوحدها وبتفتكر في اعتراف اوزوسو ليها، وفجأة بيظهر عراكو بيقول لها يرجعوا سوا. فبتسأله انت ازاي عرفتي مكاني؟ فبيقول لها انه يقدر يعرف موقعها في اي وقت عن طريق الGPS. وساعتها هي بتفرح لانه خايف عليها، وبيعدي الشاب اللي خبط فيها امبارح قبل الحفلة، وبنعرف انه اسمه سوارو، وده بيبقى صديق التلات اخوات، وبيسلم على هاراكا لكن بياخد باله من ماستري وبيقعد يفكرها بنفسه. بيقول لها انه كان صديقها من الطفولة واللي كانت بتعتبره اخوها الكبير، وهي بتفتكره وبتفرح وبيحضنها وبيلف بيها من الفرحة. بعدها بيعرف من هاراكو انها بقت اختهم الصغيرة لانه مامتها اتجوزت من باباهم، وسوبارو بيستأذن منه علشان ياخدها ويتكلموا شوية، وبنشوفهم بعدها قاعدين على جنب بيتكلموا، وسوبارو بيقعد يفكرها بذكرياتهم سوا. بيقول لها انه خلاص هيبدأ مسيرته كإدوال مع نفس الوكالة بتاعت فرقة تريزيستو. ساعتها ماتسوري بتتمنى له التوفيق، وبيجي باقي الفريق وبتسيبه ماتسوري وبتروح لهم، وبيفتكر سوبارو كلامهم لبعض وهم صغيرين وانه كان عايز يبقى امير علشان يحميها، وبنعرف انه قرر يبقى ادول علشانها. وبيشوف اوزوسو وهو بيمسك ايديها وبيفهم انه معجب بيها، فبيروح لها بسرعة وبيبوسها من خدها، وبيقول لاوزوسو انه مش هيسيبها ابدا، وهي بتكون مكسوفة جدا من اللي حصل وبتجري وبتسيبهم. اما اوزوسو بيبقى باصص لسوبارو بتحدي وكأنه بيقول له انه مش هيسيبها له وانها حبيبته. وهو تاني يوم بعد المدرسة بتلاقي سوارو مستنيها، فبتحاول تجري علشان تهرب منه لكنه بيمسكها وبيدي لها الكارنيه بتاعها اللي وقعته ساعة الحفلة. بعد كده بياخدها علشان يوصلها وبيقول لها انه مش هيستسلم وهيكون ليها الامير المثالي. ده كمان بيحضنها، وماتسوري بتكون متوترة ومش عارفة تقول له انها بتحب اوزوسا. وتاني يوم بتروح ماتسوري في اول موعد ليها مع اوزوسا وبياخدها لقصر اثري وبيتفرجوا عليه من جوه. بعدها بيروحوا ياكلوا في مطعم قدام القصر، وبيجي لهم موظف وبيستأذن من اوزوسا انه يعمل دور الامير في العرض اللي هيتعمل في القصر، وده لانه الممثل تعبان وللاسف مش هيقدر يجي. فبيوافق اوزوسا لكن بيطلب يخلي ماتسوري تمثل معاه دور الاميرة، وبالفعل بيعملوا العرض هما الاتنين سوا. واوزوسا بيبقى لابس قناع والكل بيكون معجب بشكلهم وشايفهم زي الامير والاميرة فعلا. وفجأة ماتسوري بتعترف ليه بحبها، وتاني يوم لما بتصحى بتبقى مصدومة من اللي عملته، بتكون مكسوفة جدا وبتجهز بعد كده نفسها علشان المدرسة. ولما بتلاقي اوزوسا قدامها بتسلم عليه وبتمشي بسرعة، وحتى كمان في المدرسة بتحاول تتجنبه وما تخليهوش يشوفها خالص، بس هو بيحس ان تصرفاتها غريبة وعلشان كده بيتكلم معاها وهي بتقول له باللي هي حاسة بيه. فبيحاول يطمنها ويقول لها انه مش لازم يسرعوا في علاقتهم، وهي بتحضنه لانه فاهم اللي هي حاسة بيه. وبيمشي وهو واخواته وهي بتودعهم من الشباك، ولما بتيجي تمشي بيوقفها طالب معاهم وبيوريها صورها هي واوزوسو، وبيهددها انه هينشر الصور وهيكتب عليها انهم مرتبطين، وهي بتكتب عليه وبتقول له انهم اخوات مش اكتر. لكنه بيوريها صور الفرقة بتاعته، وبنعرف انه من فرقة سوبارو بيبقى اسمه ياو، وبيقول لها انه سوبارو معجب بيها وهو مش عارف ايه المميز فيها، وعلشان كده عايزة تمثل انهم بيحبوا بعض علشان يعني يعرف بنفسه سبب حب اوزوسا وسوبارو ليها. وهي للاسف بتضطر توافق علشان ما ينشرش الصور، والطلاب بيستغربوا لما بيشوفوهم مع بعض. وياو بكل بساطة بيقول لهم انها تبقى حبيبته. وماتسوري بتتحرج وبتطلع على السطح وبتسيبه، وهو بيروح وراها وبيسألها لو هي واوزوسو مرتبطين فعلا، فبتنكر وبتقول له انهم مش مرتبطين، وبيقول لها انه كان فاكر انه هيستمتع وهو معاها ويكتشف سر اعجاب سوبارو واوزوسا بيها. وماتسوري بتكون
عفوية معاه في الكلام، وبتنسق اللي عمله معاها من شوية، وهو بيحس انها طيبة وبريئة، وبيقرر يمسح الصور ويبدأ معاها صفحة جديدة. وبيقول لها انه المدرب بتاعهم بيدور على بنت تمثل معاهم في اول اغنية هيصوروها، وانها لو حابة فممكن يوصي عليها. وماتسوري بتحس انها فرصة كويسة علشانها، لانها عايزة تكون مناسبة لأوزوسا، ولما بتروح تاخد رأي أوزوسا بيحس انها عايزة تشارك، بيوافق على طول وبيحضنها وبيقول لها ان عمره ما شافها مجرد بنت عادية، وان هي حابة تشارك فهو مش هيقف في طريقها ابدا. وبيجي باقي اخواته وبيكونوا سمعوا كلامها وبيشجعوها هما كمان انها تنتهز الفرصة دي وتشارك على طول. وفعلا تاني يوم بتروح تصور الفيديو كليب، وبتبقى هتعمل دور الأميرة، وبنعرف ان اسم الفرقة هو برازمين، وبتبقى الفرقة مكونة من 4 شباب اللي هما سوبارو ويوماتو وماكو وكي، ودول بيبقوا هيمثلوا انهم امراء وهيتنافسوا عليها هما الاربعة. وبعد كام يوم بيجي مدير اعمال فرقة ريزيستو بيطلب من ماتسوري تقعد معاهم، وهو بيتكلم مع الفرقة وبيعرفهم انه اول فيديو صوروه فرقة برازم نجح، والكل بقى معجب بيهم جدا. وبتقوم ماتسوري تعمل لهم حاجة يشربوها، ومدير اعمالهم بيكمل كلام وبيقول لهم انهم لازم يظهروا نفسهم اكتر في برنامج الموسيقى بتاع بكرة. وتاني يوم بتبدأ فرقة بريزم يغنوا في برنامج الموسيقى. بعد كده بيجي الدور على أوزوسا واخواته، وماتسوري بتكون واقفة معاهم علشان تشجعهم. بعد يومين بيبقى اول يوم تدريب لفرقة ترايزيتو، بتروح لهم ماتسوري بتكون جايبة لهم الاكل، لكن مدير اعمالهم بيمنعها تدخل وبيقول لها انهم مش هيرجعوا البيت لفترة بسبب التدريب. فبتفهم ماتسوري الموضوع وبتمشي، لكن بتقابل سوبارو وبيسلموا على بعض، وبتلاحظ انه تعبان جدا، وعلشان كده بتاخده معاها البيت وبتهتم بيه لحد ما بيبقى كويس. وبترجع فرقة ترايزوتا من التدريب، وبيكون سوارو مشي، وبيقول لها هاروكا ان كلهم هيروحوا رحلة للينابيع السخنة، فبتسأله لو هي هتطلع معاهم، فبيقول لها طبعا لانهم عيلة واحدة. وماتسوري بتفرح جدا وبيطلعوا لأوضهم علشان يجهزوا حاجتهم، ما عدا أوزوسا اللي بيقرب منها وبيحضنها لانها بتكون وحشته جدا. ولما بتروح ماتسوري معاهم الرحلة بتفضل لوحدها وهم بيكونوا مشغولين، وده طبعا شيء بيضايقها خالص. وبيجي شاب من فرقة بريزمو بيبقى اسمه ماكي، وبنعرف ان فرقتهم هم كمان موجودة في الرحلة دي، وبيقترح عليها تروح تجرب الينابيع السخنة بدل ما تقعد لوحدها، وهي بتوافق. ولما بتروح ما بتاخدش بالها ان ميعاد السيدات خلص ودلوقتي بيبقى ميعاد الشباب. ولما بتدخل بتلاقي أوزوسا قاعد وبتصرخ من الصدمة، وأوزوسا بيعرفها ان ده يبقى وقت الشباب، فبتعتذر منه بتكون هتمشي، ولكن بتسمع صوت حد. أوزوسا بيقول لها تستخبى بسرعة، فبتروح تستخبى فعلا، وبيدخل شخص وبيطلع سوارو واللي بيقعد يتكلم مع أوزوسا عليها. وماتسوري بتزعل جدا لما بتعرف انه هو كمان بيحبها. ولما بيمشي سوبارو بيخرج أوزوسا وبيقعد هو وماتسوري مع بعض وبيتكلم معاها، وبتقول له انه ادوال وسيم، وانها لما بتسمع صوته بتكون سعيدة جدا، لكن نفسها يقضي معاها وقت بشخصيته هو مش بشخصية الادوال، وبتحضنه. وبعد ما بيخلصوا رحلة الينابيع كل واحد بيرجع لحياته، وبنشوف ماتسوري بتتدرب على كرة السلة في فريق المدرسة، لانها بتكون عايزة تدخل البطولة اللي المدرسة عاملاها، واحسن لاعب هيكون مميز في الفريق. الجائزة بتاعته هتكون مختلفة، واللي بتبقى عبارة عن ان فريق تريزيتو يكون معاه ويغنوا له لمدة يوم. وبسبب ان ماتسوري مش بتعرف تلعب بيتنمروا عليها باقي الفريق، وبنت منهم كمان بتبقى هتضربها بالكورة، لكن يوماتو بيجي وبيدافع عنها وبيقول لها انه هياخدها وهيدربها بنفسه. فبتشكره ماتسوري على اللي عمله معاها، وبتقول له انه مش هينفع يدربها لان الكل كده هيتكلم عليهم وهيفهموهم غلط. ويوماتو بيفهم انها بترفض علشان أوزوسا، وبيقول لها انه الاحسن تركز في انها تكون افضل لاعبة وتتدرب كويس جدا. وفعلا بتقرر تبذل جهدها وتتدرب لوحدها علشان تكون افضل لاعبة. بعد كده بتشكره على تشجيعه ليها، وبتمشي وبتروح تقابل أوزوسا وبتعرفه انها الايام دي هترجع للبيت متأخرة. وأوزوسا بيبان عليه الغيرة وانه متضايق، وبيسألها لو يوماتو هو اللي هيدربها زي ما سمع، فبتقول له انها مش هتكون مرتاحة في التدريب معاه وعلشان كده هتتدرب لوحدها. فبيفرح جدا وبيشجعها وبيدي لها الاسويرة بتاعته وهي بتفرح جدا. وبنشوفها بعد كده عاملة جدول ليهم هما الاربعة علشان كل واحد يطبخ فيهم، لانها الفترة دي هتكون مشغولة في التدريب. وبيعدي كام يوم وبتبقى خلاص البطولة تاني يوم الصبح، ولما بتكون في التدريب في الملعب بيطلبوا منها زمايلها ترجع باقي الكور للمخزن بعد ما بتخلص، وهي بتوافق. ولما بتروح ترجعهم بيقفلوا عليها
عليها الباب، وبيبقوا عملوا كده لانهم متغاظين وغيرانين منها بسبب اهتمام يوماتو بيها، وبيقولوا لها انهم هيبقوا يفتحوا ليها الباب بعد ما البطولة تخلص. وبتفضل ماتسوري تخبط على الباب علشان يفتحوا لها، وفجأة بتسمع صوت، ولما بتبص بتلاقي يوماتو اللي بيكون نايم، فبتروح له بسرعة وبتسأله لو معاه تليفون، وفعلا بيكون معاه تليفون لكن للأسف بيكون فاصل. وماتسوري بتفقد أعصابها لأنها بتبقى خايفة ما تحضرش البطولة بعد كل المجهود اللي بذلته. بتروح تخبط على الباب وبيحاول يوماتو انه يهديها، وعند فرقة ترازيتو بيجي لهم مدير أعمالهم وبيعرفهم ان بريزمي هما اللي كسبوا، اخدوا المركز الأول وهما في المركز التاني، والتلاتة بيكونوا مصدومين ومش مصدقين لأنه من 3 سنين بياخدوا المركز الأول. ومدير أعمالهم بيكمل كلامه بيقول لهم إنه خلاص فرقتهم كده انتهت والشركة ممكن تستبدل بريزم بدلهم. فأوزوسا بيتعصب وبيقول له إنه ترازيتو عمرها ما هتنتهي أبدا. وفي المخزن الدنيا بتبقى بتمطر وبيحصل رعد، ويوماتو بيخاف وغصب عنه بيحضن ماتري وبيعتذر منها وبيقول لها إنه بيخاف من الرعد من وهو صغير. وبنشوف إن فرقة بريزمي بتقابل مع فرقة تيريزيتو، والفرقتين بيعرفوا ان يوماتو وماتسوري مفقودين، وعند يوماتو اللي بيحط بينه وبين ماتسوري حاجز علشان ما يقربش منها تاني. وهي لما بتلاقيه خايف ما بتهتمش وبتروح تقعد جنبه وبتقول له انها هتفضل جنبه لحد ما الرعد يقف، وبيقول لها انه حط حاجز بينهم لانه فاكر انها مش بتحبه وهتبقى متضايقه لو قعدوا مع بعض لحد الصبح. فبتضحك على كلامه وبتقول له انه غبي وفاهم غلط، وفجأة بتعطس فبيقرب منها وبيلبسها الجاكيت بتاعه. وبعد كده بيسمعوا صوت بره فبتنادي عليهم ماتسوري علشان يسمعوهم ويجوا يفتحوا الباب، وفعلا بيقدروا يعرفوا مكانهم وبيفتحوا المخزن وبيخرجوهم. وتاني يوم بتبقى البطولة وبتقدر ماتسوري تكسب في اول جولة، وبيجي يوماتو بيتكلم معاها وبيشوفوا اوزوسا وبيبقى باين عليه انه متضايق جدا وغيران منه، بيقول له ما يقربش مرة تانية من اخته. وبيطلعوا يتكلموا بره الملعب، وبنعرف انه يوماتو هو كمان معجب بماتسوري، وبيبقى اوزوسا حاسس وعلشان كده بيقول له يبعد عنها وانها حبيبته هو وبس. ويوماتو بيقول له انه ممكن يخسرها زي ما فرقتهم بقت تخسر وبقى ليها شعبية اقل، وانه مع الوقت هيشوفوا ماتسوري هتكون ليمين. وبيمشي وبيسيبه، وبتبدأ الجولة التانية من المباراة، وماتسوري بتعمل كل اللي عليها وفريقها بيكسب فعلا وبتفوز كمان بأفضل لاعبة. والمدرس بيقول اسمها قدام الكل وبيعرفهم انها افضل لاعبة في المباراة وهي اللي فازت بالجائزة. وبيدخل اوزيوسا واخواته، وبنعرف ان ماتسوري قررت تشارك الجائزة مع الكل، وبتبقى طلبت منهم يعملوا عرض خاص لباقي الطلاب، وفعلا بيغنوا والكل بيبقى بينادي باسم الفرقة وهم مبسوطين. وبعد ما بيخلصوا بيخرجوا، وبتقابلهم ماتسوري وبتفضل تمدح في العرض اللي عملوه وبتشكرهم. ولما بتيجي تتكلم مع اوزوسا بتلاقيه بيقول لها انه عايز ينفصل عنها ويرجعوا اخوات تاني الفترة دي. بعد كده بيمشي وبيسيبها، وهي طبعا بتكون مصدومة من اللي قاله، وبنعرف انه عمل كده لانه بيبقى عايز يركز الفترة دي مع الفرقة علشان يرجع شعبيتهم مرة تانية ويخلي فرقتهم رقم 1 زي العادة، خصوصا ان الشركة اللي هم شغالين فيها بتبقى عاملة تدريب ليهم لانه بيبقى فيه جائزة كبيرة لأكتر فرقة ليها شعبية والناس بتحبها. وأوزوسا بيكون عايز فرقة ترازيتو هي اللي تاخد الجائزة دي، وده طبعا مش هيحصل غير لما يركز في التدريبات كويس جدا. وتاني يوم بنشوف مدير اعمالهم بيبلغ ماتسوري تروح تصحيهم لانهم هيروحوا معسكر تدريبي دلوقتي علشان الجائزة، وان هي كمان هتروح معاهم. بعد شوية بنلاقيهم وصلوا لمكان المعسكر، ولما بيدخلوا بيكتشفوا ان فرقة بريزمي هم كمان هناك وهيكونوا معاهم في المعسكر التدريبي. ومدير اعمال كل فرقة بيعرفهم القواعد علشان يقدروا يتعاملوا في المعسكر، وبيقول لهم ان فرقة واحدة بس هي اللي هتاخد الجائزة، وان اهم حاجة عندهم ان اللي يكسب يكون منهم. بعدها كل فرقة بتروح تتدرب، وفرقة ترازيتو بيقعدوا يتدربوا لوقت طويل جدا، ولما بياخدوا البريك بتدي لهم ماتسوري مية لكن اوزوسو بيرفض ياخد منها وبيتجاهلها، واخواته بيستغربوا منه. وتاني يوم بالليل التلج بينزل وسوارو بيخرج من المكان وبيلاقي ماتسوري بره، وبتكون مبسوطة بالتلج اللي بينزل وبيقعد يتكلم معاها عن ذكرياتهم سوا وهم صغيرين، وبيحضنها كمان وبيعرفها انه بيحبها وهيفضل معاها ويحميها لكنها بتبعده عنها. فبيسألها لو هي بتحب اوزوسو، فماتسوري بتتكسف وبتقول له لا طبعا، وهو بيفهم انها بتحبه فبيقول لها انها هتفضل اهم بنت بالنسبة له وبيسيبها وبيمشي. وبعد شوية بنشوفها راحت تدور على الاسويرة اوزوسو لانها بتبقى
وقعت منها، وأوزوسو بيكون عارف انها مش موجودة في المكان وبيدور عليها وبيلاقيها، ولما بيسألها بتعملي ايه بترد عليه وبتقول له انها بتدور على الاسويرة بتاعته، فبيقول لها مش مهم وان الجو برد جدا بعدين تدور عليها في اي وقت تاني، لكنها بترفض وبتقول له ان الاسويرة دي حاجة مميزة بالنسبة لها ولازم تلاقيها قبل ما التلج ينزل مرة تانية. وزوسو بيحس انه زودها معاها وكان بيتجاهلها رغم انها ملهاش اي ذنب، وفجأة بتتعب بسبب الجو بتفقد الوعي، وزوسو بياخدها لأوضتها وبيهتم بيها، وتاني يوم بتبقى كويسة وبتكون اتصالحت هي وأوزوسو وبتحضر لهم الأكل وبياكلوا كلهم مع بعض وبيعجبهم طبخها جدا وبيفضلوا يشكروا فيها. وفجأة بيسمعوا صوت بره المبنى، ولما بيخرجوا يشوفوا فيه ايه بيلاقوا الصحافة متجمعة وبيعرفوا ان في صور انتشرت لسوبارو وماتسوري لما اتقابلوا قبل كده، بيبقى مكتوب انهم مرتبطين وانه اجبرها تشارك في الفيديو كليب الخاص بفرقتهم. وبيدخل المبنى مرة تانية وبيشوفوا الأخبار المنتشرة، ويوماتو بيعرفهم إنه هو اللي وصى على ماتسوري علشان تشارك في الفيديو كليب مش سوبارو. وماتسوري بتأكد على كلامه وبتقول إن الكلام ده ما حصلش أبدا، لكن للأسف التدريب بيتلغي وبيبقى لازم سوبارو يفضل في البيت وما يخرجش الفترة دي خالص. وبيعدي كام يوم وماتسوري بتشوف التعليقات اللي مكتوبة عن سوبارو وبتتضايق جدا علشانه، وبيدخل أوزوسو وبيطمن عليها وبيقول لها ترتاح شوية لأن التوتر مش هيحل حاجة وكده هتتعب أكتر، وهي بتشكره لأنه مهتم بيها. وبعدها بنشوفها بتروح تقابل سوبارو وبتقول له إنها مستعدة تروح للمجلة وتنشر مقالة وتكذب كل اللي اتقال عنه، لكنه بيمنعها وبيرفض وبيقول لها إنه مش عايز يشاركها في الموضوع ده علشان ما يحصلهاش مشاكل بسببه. فبتقول له إنه صديق طفولتها وساعدها كتير وهم صغيرين، وعلشان كده هي عايزة تساعده لأنه كويس ودايما لطيف معاها وما أذاهاش في أي حاجة. وبيفرح سوارو بكلامها وبيبوسها وبيقول لها إنه بيحبها ويا ريت ما تروحش للمجلة وتفضل بعيد عن الموضوع وهو هيحل كل حاجة بنفسه. وتاني يوم في المدرسة بيروح لها كي وبيطلب منها تروح للبيت وتغير ملابسها لأنه محتاج مساعدتها في حاجة كده. وبعد ما بتخلص ماتسوري بياخدها لمكان سهرة علشان يدوروا على يوماتا اللي بيكون مختفي ومش بيحضر التدريبات وقاعد سهران في المكان ده. وبالفعل بيدوروا عليه وبيجي شابين وبيضايقوها وبيكونوا عايزينها تشرب معاهم، بس هي بتكون خايفة ومش عارفة تتصرف ازاي في الوقت ده. بيجي يوماتو وبيبعدهم عنها وبياخدها. بعدها بنشوف كي وهو بيتكلم معاه وبيطلب منه يرجع التدريبات مرة تانية، لكن يوماتو بيقول له انه مش هيرجع التدريبات لان ما بقاش ليها اي لازمة. وساعتها كي بيتضايق منه بيسيبه وبيمشي، وماتسوري بتتكلم معاه هي كمان وبتقول له انه لازم يرجع. وفي الوقت ده يوماتو بيعترف لها بحبه وهي بتكون مصدومة ومش عارفة تقول له ايه. وفجأة بيلاقوا الشابين اللي كانوا بيضايقوها من شوية بيصوروهم بعد ما بيعرفوا ان يوماتو مشهور جدا وبيهددوه بيقولوا له يعترف ان شخصياتهم كلها كده وانهم بيمثلوا علشان الشهرة والمعجبين والا هيرمي المشروب على ماتسوري. وماتسوري بتتضايق وبترمي المشروب عليه وبتدافع عنه وعن الفرقة، والراجل بيتعصب منها وبيزقها وبتكون هتقع على الازازة، لكن اوزوسا بيجي بسرعة وبيمسكها وبيتجرح هو كمان. وبيروح اوزوسا المستشفى وبيقول لمدير اعماله ان الدكتور بلغه ان هو لازم يرتاح الفترة دي، واخواته بيكونوا فرحانين ان هو وماتسوري بخير وما حصل لهمش حاجة. وماتسوري بتقول لهم ان يوماتو شالها وجابها للمستشفى بسرعة والدكتور عالج جرحها وعلشان كده هي كويسة. وزوسا بيقول لهم ان هو هيحاول يبقى كويس علشان خاطر المسابقة، لكن مدير اعمالهم بيفاجئهم وبيقول لهم انهم هينسحبوا وهيسيبوا الجايزة لبرزم، لكن اوزوسا بيرفض وبيقول له انه هيشارك في الحفلة وهيكسب كمان الجايزة ومش هيسيبها لاي حد. ويوماتو بيقول له يفكر كويس لانه تعبان ومش هيقدر يقف على المسرح بحالته دي، وان الاحسن يستسلم بشرف علشان ما يخذلش معجبيه، لكن اوزوسا بيفضل مصمم على رأيه. بعد شوية الكل بيمشي وما بيبقاش غير ماتسوري واللي بتكون هتمشي هي كمان وبتودعه، لكنه بيوقفها وبيقول لها تفضل معاه شوية، بس هي بترفض وبتقول له ان هي مش عايزة تفضل معاه تاني لانها بتسبب له مشاكل وبسببها كمان دخل المستشفى. وبيقول لها انه هو برضه بيسبب مشاكل عادي جدا وانه قدام الناس بيظهر الجانب الكويس اللي فيه، ولكن في الحقيقة هو كمان عنده عيوب. وبيمسك ايديها وبيكمل كلامه وبيقول لها انه هيقف على المسرح وهيأكد لها انه مكانها الحقيقي جنبه، فبتقول له انه تعبان ومش هيقدر يقف اصلا على المسرح. وزوسا بيقول لها تثق
فيه وهو هيعمل اللي عليه وهيقف على المسرح وكمان هيكسبوا الجائزة. وبتقرر ماتسوري تفضل معاه وما تسيبوش وبتشجعه وبتقول له يحاول يعمل كل اللي عليه علشان يفوز وبتحضنه. وبنشوف اخواته بيحاولوا يستأذنوا مدير اعمالهم والمسؤول انهم يشاركوا في المسابقة وما ينسحبوش، ولكن المسؤول بيرفض. وفرقة برازم بيطلبوا من المسؤول انهم يخلوا تريزيتو يشاركوا في المسابقة وينافسوا بعض بشرف زي ما كان هيحصل، وبيفضلوا يترجوه لحد ما بيوافق. وبعدها بيبدأ هاروكا وماسوتا يتدربوا على العرض وماتسوري بتبقى معاهم بتصورهم علشان ازوسا يتابع معاهم التدريبات. وفعلا ازوسا بيعمل اللي عليه وبيتدرب معاهم رغم الظروف اللي هو فيها، وبيبقى فريق بريزم هو كمان بيتدرب على العرض. وبيجي يوم العرض وازوسا بيربط الجرح بتاعه. بعدها بيطلبوا من ماتسوري تكون معاهم وتتفرج عليهم من الكواليس وما تسيبهمش لانهم بيتحمسوا لما بيشوفوها، وهي بتفرح بكلامهم ده جدا. وبيكون دور فريق براز هو اللي بيعرض الاول وبيبدأ عرضهم وبيعجب الكل وبيكونوا بيهتفوا باسمهم بصوت عالي جدا. وبعد ما بيخلصوا بيجي الدور على فرقة تريزيتي واللي بيشكروا ماتسوري علشان بسببها هم قربوا من بعض وما بقوش بيتخانقوا زي الاول، وبيستعدوا وبيخرجوا للجمهور وبيبدأ عرضهم وبيبقوا هما التلاتة منسجمين جدا مع بعض. لكن فجأة بيقع أوزوسو على ركبته، اخواته بيقعوا زيه وبيبينوا ان الوقعة جزء من عرضهم، وبيكون عرضهم حلو جدا لدرجة ان فرقة بريزمي بيتفرجوا عليهم وهم معجبين بيهم، وماتسوري بتتفرج عليهم وهي فخورة جدا. وبعد ما بيخلصوا بتمدح فيهم وبتعرفهم ان عرضهم كان حلو خالص. وزوسا بياخدها للبيت وبيبقوا خلاص قرروا انهم يرتبطوا، وبيوعدها وبيقول لها انه هيحمي حبهم وشغله وهيحاول يبذل كل جهده علشان يبقى نجم مشهور. وهي بتفرح جدا بكلامه وبتشجعه، واخيرا بيكونوا مع بعض بعد تحديات كتيرة جدا، لكن بحبهم بيقدروا يتغلبوا عليها. وهنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. استنوني في فيديوهات وملخصات جديدة. كانت معكم اسماء سيف SS。这位明义先生，对我一片痴心，我怎能辜负了你？